يو، أهلا، كيف الحال؟ أتمنى تكونوا في أفضل صحة وسلام. معكم عدنان في فصل جديد من ون بيس راغناروك الحرب الأخيرة. اليوم بحول الله وصلنا للفصل العاشر. كما ترون حاليا رجعت القناة وراح أحاول أن أنزل أكثر عدد من الفيديوهات بحول الله، ولكن المشكلة أنه القناة حاليا تقريبا ماتت. فحسب الإحصائيات في الفيديوهات يصلون فقط ل20% من المشتركين، وما تبقى لا يصلهم شيء. تخيلوا 80% من مشتركي القناة لا يصلهم حتى الإشعار. فيا إذا أردت دعم أخوك عدنان اعمل لايك، وأيضا علق أكثر من تعليق. نعم، على الأقل علق 5 تعليقات لكي تنتعش القناة واليوتيوب يشوف أن القناة رجعت من جديد. فيا بدون إطلاع عليك، إذا لم تكن مشترك فأتمنى تشترك وتفعل جرس ضروري جدا ليصلك كل جديد، مع لايك وتعليق ناقشني فيه حول هذا الفصل. ويا نبدأ. يبدأ الفصل حيث وقف إيم وابتسم ابتسامة كلها خبث، فانطلق في اتجاه لوفي الذي كان مرعوب، ولكنه سرعان ما رجع لحالته الطبيعية وبدأ في الضحك من جديد. فقال: يا رجل، أنت ترعبني أكثر من جدي. في الجهة الأخرى كان قتال غارب ودراغون وباريون وأنيل ضد الجيروسي في أبوابه، فانتقل أسرع اثنان من صفوف الدي لهم دراغون وأنيل بسرعة مخيفة، ووجهوا ضربة مشتركة وسريعة لزعزعت صفوف الجيروسي. ولكن للأسف ففي صفوف الجيروسي كان هنالك 3 محاربين دفاعيين، دفاعهم كان لا يخترق أبدا، فتم صد هجومهم بكل سهولة. ليخرج من ورائهم محاربان من الجيروسي كانوا مختصين في الهجوم. يرسل هجوما على دراغون وأنيل. حاول أخيرا صد الهجوم، ولكنه كان مرعبا وقوي بشكل لا يوصف، مغلف بأقوى أنواع هاك ملكي وهاك التسلط، فأرسلهما محلقا للوراء. وأثناء كل هذا كان غارب وباريون في الخلف. يجد أن هنالك محاربا آخر من الجيروسي استغل تركيزهما في المعركة في الأمام وانسلوا من ورائهما ليفاجئهما بهجوم ساحق من الخلف. أرسلهم محلقين في اتجاه المحاربين في الأمام الذين كانوا ينتظرون قدومهم ليعطيهم للمرة الثانية هجوم آخر شتتهم، وأرسل كل واحد منهم لمكان آخر. في ظرف دقيقة واحدة تم عمل هجوم مشترك ومنظم من طرف الجيروسي كان قادر على هزيمة أعزل الأعداء مهما كان عددهم، وهذا يبين كمية الانسجام بينهم والخبرة الطويلة في الحرب التي كانوا يمتلكونها. وأيضا محارب الدي هذا اختصار لغارب وباريون ودراغون وأنيل، لكي لا أعيد قول أسمائهم كل مرة. المهم، محاربو الدي استخفوا بهم عندما رأوا لوفي يتخطاهم بكل سهولة، فظنوا أنهم ليسوا بالأشخاص الخطيرين بشدة وأنهم فقط بضعة عجائز قدماء. اجتمع محاربو الجيروسي من جديد ونظموا تشكيلتهم القوية والمرعبة، مستعدين لأي هجوم مفاجئ من اللامكان. وفي الخارج ظهر جسد أكاينو الذي كان مغمى عليه جراء هزيمته النكراء ضد دراغون. فظهر ماضي أكاينو الأسود الذي جعله يكره القراصنة، الذي جعله يكره الفوضى، الذي جعله يكره أي شيء يخل بالنظام. عندما كان أكاينو صغير كان يعيش في عائلة محافظة تعيش حياة هادئة في مجتمع محافظ ومسالم يتبع النظام بلا أي مشاكل. كل شخص في تلك البلاد يعمل كل ما عليه بلا أي زيادة أو نقصان بالمرة، وكان أكاينو مثال حي على ذلك. ولد مواظب وشغوف ولديه أحلام كبيرة، وكان قدوته في الحياة هو والده، أحد الضباط البحرية الذي كان مكلفا بحماية مملكته وأقليمه. فكان والده شخصا جدي وشغوف بعمله، وأكاينو كان ذلك هو مثاله الأعلى. ولكن في أحد الأيام أتى بعض من القراصنة ونسوا على ضفاف قرية أكاينو. في تلك الأثناء كان أكاينو يدرس، والمدرسة كانت بعيدة عن بيته. وهو في الدرس بدأت تسمع أصوات صراخ وانفجارات والتطام سيوف في كل أرجاء القرية. وفجأة دخل عليهم أحد القراصنة وقام بإعلام الأطفال لكي يخرجوا، أما هو فذهب في اتجاه المعلمة وبدأ في التحرش بها وخلع ملابسها لكي يغتصبها أمام التلاميذ. ولكنه لم يكن يعرف أن ابن ضابط مرموق من البحرية موجود هناك، والذي كان مدربا منذ نعومة أظافره. ينقض عليه أكاينو
ودمره من شدة الضرب إلى أن أغمي على ذلك القرصان. وبعدها أخرج الجميع من الصف في أمان. وعندما خرج صدم مما رأى. الجزيرة أصبحت في لحظات بحرا من النيران والجثث. لم يحس أكاينو بنفسه إلا وجرى بأعلى سرعته إلى بيته لكي يطمئن على والده ووالدته وأخته. وفي الطريق كان يرى الوحشية كما لم يرها من قبل: قتل، ضرب، هدم، حرق واغتصاب، كل ما هو متوحش. وعندما وصل إلى بيته صدم أكاينو وسقط على الأرض من شدة رعبه وصدمته. كان المشهد موحشا بكل ما تعنيه الكلمة بالمعنى. والده الذي كان مشروقا ويديه مقطوعتان ورجليه أيضا، وسيفه المقدس لدى عائلة ساكازوكي كان مغروسا في صدره. أما أمه وأخته فكانوا عراة، ومن الواضح أنهم تم اغتصابهم مرارا وتكرارا، وذلك كان واضح من خلال كمية الرجال العراة في المكان وملابسهم الممزقة والمنتشرة في أرجاء البيت. كانت طريقة قتل أمه وأخته موحشة أكثر، حيث أنه تم غرس رمح في فرجهم وخرج من أفواههم، وتم قطع ثدييهم وإزالته من مكانه. التفت أكاينو على صوت شخص قريب منه ومخيف بشكل كبير. التفت، ولكن عقله كان يقول له: لا تلتفت، لا تلتفت يا أكاينو. ولكنه التفت، ويا ليته لم يلتفت. فتلك كانت هي الضربة القاضية له. الفتاة التي كان يحبها أكثر من أي شخص كان يتم اغتصابها أمام وجهه بكل عنف ووحشية، وهي كانت تنظر له بنظرات كلها رعب وخوف وخجل. وكانت تمد يدها له، ولكنه لم يستطع إمساكها، بل وقف فقط يتفرج عليها من شدة الصدمة. بعدما انتهوا من فعلتهم الشنيعة قالوا أنهم سيحتفظون بها كلعبة في سفينتهم، كلما احتاجوا لها سيقومون بتعرفون ماذا. ولكنها أمسكت بأقرب قطعة من الزجاج ونحرت عنقها من الأذن إلى الأذن الأخرى، وعينيها كانتا موجهتان إلى ساكازوكي أكاينو بكل رعب. فصرخ أكاينو بكل قوته من شدة الحقد والغل الذي يملأ قلبه، الحسرة التي أحرقت قلبه وفؤاده. آخر عرق من الإنسانية التي كانت لديه ماتت مع موت حبيبته. ومع تلك الصرخة في حلمه استفاق معها في الواقع، ورجع أكاينو لوعيه، وكأنه رجع بالزمن لطفولته، ذلك اليوم المشؤوم. نفس الغضب الذي أحس به ذلك اليوم أحس به الآن بشكل مضاعف، بعدما سقط على يد شخص مخرب للنظام، بعدما سقط على يد الشخص الذي خانه وخان العدالة. فسمع انفجار مهول على سطح الريد لاين، لدرجة أن إيمو ولوفي والكل أحس به. كان وكأنه حرفيا قنبلة نووية هي الأخرى، وظهر بركان ضخم من العدم، وبدأت النيران والحمم والنيازك تتطاير منه، والسحب الركامية والبرق تجمع فوق ذلك البركان الضخم. تسمع صرخة من قلب ذلك البركان: سأبيد كل من يخالف العدالة، سأحرق كل من يكسر النظام ويسبب الفوضى. لن أسمح لكم يا عتالة البحار بأن تفعلوا ما تريدون في العالم. كان ذلك إيقاظ فجأة أكاينو. البركان حارق السماء. بدأ الجراند لاين بالتزلزل بشدة، والمصيبة الأعظم بدأ الجراند لاين بالتشقق والتحطم، وجميع البراكين في العالم نشطت وبدأت في تفجير حممها وإخراج نيازكها. حتى البراكين تحت الأرض نشطت، وبدأت درجات حرارة البحار بالزيادة بشكل مهول. آلاف من المخلوقات البحرية ماتت من فرط الحرارة. بعد دقائق قليلة جميع من في الأرض أحس بتغيير كبير في المناخ. لعنة، ما هذه القوة المرعبة؟ وفي نفس الوقت ظهرت جذور عملاقة الأصغر فيها بحجم 300 متر، وغرست في وسط البركان، وبدأت في استمداد قوتها من اللافا البركانية، وأصبحت أقوى مما كانت عليه. فهناك بعض من الجذور وصل ارتفاعها ل 800 متر كامل، وظهرت غابة كبيرة جدا من الجذور، وكانت تلك تفعيل فاكهة الحياة. الغابة المجهولة. يظهر الثور الأخضر فوق أحد الجذور العملاقة وقال: لقد وصلتني رسالتك أيها القائد أكاينو.
فندمرهم عن بكرة أبيهم. وفوق البركان ظهر الضوء ضخم على شكل نجمة عملاقة بدأت في إطلاق طلقات ضوئية قوية جدا إن لمستك ستبيدك عن بكرة أبيك. وكانت تلك إيقاظ فاكهة الضوء. الصباح الأخير. وظهر سعيد وسط تلك النجمة وكان ذلك كيزارو، فقال: يبدو أنك متحمس لأكاينو-سان، إذن فقد حان الوقت لإنهاء الأمر أخيرا. ولم يلبثوا طويلا حتى أحسوا بضغط رهيب من الجاذبية، كأن السماء ستسقط عليهم. يسمع خطوات أقدام وشخص يرسل تراتيل غير مفهومة. يظهر فوجيتورا وقال: لم أركم منذ مدة يا زملائي. رغم أني لا أتوافق معكم في بعض مفاهيم الحياة، ولكن هدفنا واحد: زيادة القانون في العالم. أخرج سيفه وقطع الهواء ليتخرق في الزمكان، وظهر ثقب أسود. قام بعدها بإدخال سيفه في ذلك الثقب. يتغلف سيفه بذلك الثقب الأسود، وأصبحت هالة سحب سيفه مرعبة. وقطع من جديد الهواء ليحدث شرخ جديد، ولكن هذه المرة لم يكن يسحب مثل الثقب الأسود، بل كان يدفع كل شيء مهيب. أدخل سيفه هناك من جديد لتغلف تلك الهالة السيف من جديد، وأصبح للسيف نصفان: نصف في هالة الجذب والنصف الآخر في هالة الدفع. أعظم قوة في الكون الملموس، قوة الدفع والجذب لدى شخص واحد، كان ذلك إيقاظ فاكهة فوجيتورا. اجتمع رباعي البحرية الأقوى، مرعب البحر، بقوتهم مجتمعة. فلا أبالغ في قول أنهم أصبحوا أقوى كيان في هذه الحرب إلى الآن. فقال فوجيتورا والثور الأخضر: لدينا شرط واحد يا أكاينو، تدمير حتى جنود حكومة العالم، إبادة أولئك الشياطين الملاهي، بناء حكومة وبحرية جديدة ونسيئة همها الأوحد هو العدالة ولا شيء غيرها. فصرخ أكاينو الذي أصبح البركان العملاق بحد ذاته: وهل طلبك يحتاج للمراجعة أصلا؟ فلتبيدوا جميعا بكرة أبيهم ونبني عالما جديد. كانت تلك علامة على إعطاء جميع الأدميرالات الموافقة على الإبادة الجماعية. فبدأت المرحلة الرابعة من الحرب، حرب أظهرت الوحوش داخل كل شخص، الحرب التي ستدمر العالم وستبنيه من جديد. لا أحد يعرف ما مصير العالم الآن، لا أحد يعرف ما الذي سيحدث بعد دقيقة. كل شيء ممكن، لأنها حرب الراغناروك، حرب الملوك.